السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل اخواتنا وكل متابعين مصطفى وامل. زي ما انت شايف كده قدام عينك، دخلت كل سنة وانتم طيبين الاول وصلى على النبي. دخلت كده الاول عشان ما اطولش بس عليكم في الفيديو. دي علفة، دي كلها خلطات هبدأ وهنبدأوا نمشوا بيها. دخلنا كده على اوضة الحمام، قلت اما اطلع كده اطمن على اوضة الحمام. وده يا جماعة انا بعمله كمشروع جديد ليا، تمام؟ احب كل اخواتي وحبايبي يبداوا يشتغلوا معايا. اللي عايز يعمل مشاريع يلا يا باشا ابدا معايا كده، وخطوه خطوه، وهنسموا الله مع بعض، وهنبدا مع بعض انا وانت. يعني زي ما انت هتعمل انا هعمل، توكلنا على الله. علشان اي حد عايز يعمل مشروع الحمام، اديني ببدا اهوت من الجديد خالص، وببدا من الصفر خالص. وزي ما انت شايف يعني الدنيا مش في احسن حال. اي اوضه عندي وحاطط فيها ويلا السلام. كان عندي متوفر كام سلاكه، جبتهم اللي هم السلك دول، تمام؟ جبتهم حاططهم للحمام عندي اهو، وحاطط الحمام. وهنبدا نقول العلاجات بتاعت الحمام، وهنبدا نمشي بالاعشاب الطبيعيه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. زي ما مصطفى وامل مميزين بالاعشاب الطبيعيه اللي احنا بنعملها لطيورنا على السطح، هنشتغل بيها للطيور اللي هي في الاوضه برضو اللي قدام حضرتك. طيب ايه الحمام ده؟ الحمام ده يا جماعه كان عندي على السطح فوق، تمام؟ كان عندي يا جماعه على السطح فوق. الحمام ده بفضل الله كله طاير عندي، تمام؟ بدأنا نعمل ايه بقى؟ علشان انت لو عايز تعمل مشروع، بدأنا نجيب كل حمامتين زي ما انت شايف كده مع بعضهم، ذكر وانتايه، ونحبسهم مع بعض. حلو. بدأت أولف بالألوانات زي ما انت شايف، وشكل العظم وشكل الحمام كده مع بعض اهو، عشان بس السلك لو السلك مش مبين، تمام يا جماعه؟ وبفضل ربنا سبحانه وتعالى بدأوا ان هم ياخدوا بعض. وفي لسه فيهم حمام كتير قوي ما خدش بعض، يعني زي دول لسه ما خدوش بعض، تمام؟ وزي دول لا، دول بفضل الله اخدوا بعض. زي دول مثلا لسه ما اخدوش بعض، تمام؟ في حمام كتير ما خدش بعضه، وفي حمام اخد بعضه. فاحنا لو هنعمل مشروع كويس، نبدأ نولف الحمام بتاعنا لبعضه، ونبدأ نشتغل كده مع بعضنا. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرزقك ويرزقنا الخير كله يا رب العالمين. ده يا جماعة نظام حمام حضان. يعني ايه يا مصطفى حمام حضان؟ علشان انا لو جبت حمام من اللي هو الانواع الغالية، لان انا هبدأ ان شاء الله ابدأ ادخل حمام اللي هو انواع تكون كويسة. فهبدأ واحدة واحدة. انا لسه ما دخلتش غير كام حمامايه فقط لا غير، ولسه ما حطيتش الاجواز لبعض. بس لما ادخل الحمام ده لازم أن اكون عندي الحمام اللي انا هشتغل بيه اللي هو الحضان زي ما بنقولهم، علشان نزودهم في الناتج ونعملهم لمصطفى سلالة مصطفى وامل. لان زي ما انت شايف انا جايب المسائي اهيت لسه شاريها، والطواجن اللي هي الاكلات برضو زي ما انت شايف اهيت لسه شاريها كلها قدامك بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ولسه جايب العلف، تمام؟ زي برضو ما انت شايف الجرادل بتاعتي. وهبدأ من هنا اللي انا اشتغل على نفسي في الحمام. دعواتكم معانا، انا مش هطول عليكم اكتر من كده. يلا بينا نطلع مع بعضنا على السطح ونتفرج على الطيور بتاعتنا، علشان عايز اقول لكم كام معلومة مهمين جدا بالنسبة للطيور. دعواتكم معانا. قبل ما اطلع معلش نسيت حاجة عايز اقولها لك. وانت بتحط الذكر للنتاية في البداية كده، ما تحاولش اللي انت تحبسهم مع بعض من اول يوم. هتحاول اللي انت تحبس الذكر في عين والنتاية في عين. ليه يا مصطفى؟ علشان خاطر يومين 3 تبدأ تدخل النتاية للذكر وهو واقف في العين، يبدأ ياخدها معاك فورا. لكن لو حطيتهم الاتنين مع بعض في نفس العين في يوم واحد، الذكر خايف والنتاية خايفة، فأصبح ان هو مش هيزوم عليها خالص ولا هياخدها، وممكن يقعد من 3-4 ايام لاسبوع ما ياخدهاش. لكن لو حطيت الذكر في عين لوحده الاول زي ما انت شايف كده، ده ذكر اهوت يا جماعه. اللهم بارك اللهم بارك. قولوا لنا رايكم بما يرضي الله. ده ذكر لوحده اهو، بسم الله ما شاء الله، انا سايبه لوحده. طيب فين نتايته؟ نتايته برضه انا سايبها لوحدها على الارض اهي، شايفها؟ دي نتايته، تمام؟ طيب انا مش حابسها ليه معاه؟ مش حابسها علشان خاطر الذكر ده ياخد على العين، يتأقلم على الجو وياخد على الجو سليم 100%.
بعد كده هبدا ادخل له النتايه بتاعته. يلا بينا بقى نطلع على السطح عشان مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. طلعنا كده على السطح نتفرج كده على طيورنا الجميله. الجو جميل وكل سنه وانتم طيبين بشهر رمضان الكريم، احلى شهر في الدنيا. الشهر ده سبحان الله يا جماعه، الشهر ده بيجري بسرعه والعيد قرب يخش علينا. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه والامه الاسلاميه بخير وصحه وسعاده دايما يا رب العالمين. طبعا يا جماعه الطيور بتاعتك زي ما انت شايف كده الحمد لله فايقه وكويسه وما فيهاش اي مرض. طيب ايه هو اللي بيسبب الامراض وايه هو اول سبب بيدخل المرض عندي عند الطيور وبيخلي لو الجو بس وحش طيوري كلها بتقع مني وبتتعب؟ عارف ايه هو اول سبب؟ السبب بسيط خالص وسهل خالص وانت بتجري بتعمله وبتستسهل وبتكسل. ايه هو؟ اللي انت بتجيب ادويه وبتدي الطيور بتاعتك ادويه. يا سعاده الباشا لو انت عايز تدي ادويه، لو انت عندك فرخه تعبانه اعزلها لوحدها على جنب وهات لها دواء، بلاش تدي ادويه للطيور بتاعتك كلها. طيب ليه يا مصطفى ما اديش ادويه للطيور بتاعتك كلها؟ علشان الدواء اول حاجه بيخش على الامعاء بتاعه الطير عندك بيهري عنده الكلى. يعني الكلى بتبوظ، الكلى بتتفرتك. فمن هنا يا جماعه الطير المناعه بتاعته بتضعف. عندك الكبد، يعني الكلى والكبد اول حاجتين لو دخلهم الدواء في عز الطير من جوه لو هو صحته حديد هيتهد. ليه؟ لان خلاص المناعه بتبدا تضعف. الكلى لما بتضعف القلب. من هنا انسى انك تعالجه، بتلاقيه عايش معاك لفتره محدوده فقط لا غير. طبعا كلنا محدش ضمن عمره، تمام؟ بس لما الاقي الطير بتاعي صحته وجوده عاليه وكويسه وبيبيض عندي وملتزم في البيض والمناعه بتاعته كويسه امشي بالاعشاب الطبيعيه وبلاش ادويه. بالله عليكم علشان اخواتنا بيشتكوا كتير قوي من الامراض واللي بيحصل ومحدش بيسمع الكلام يا جماعه اللي احنا بنقولوه. بالله عليكم بلاش اي ادويه وجربوا شهر واحد بالاعشاب الطبيعيه واحكم وقول لي حكمك في التعليقات بعد ما تمشي بالاعشاب الطبيعيه. لو لقيت طيورك حصل لها اي مرض الغي من مصطفى وامل المتابعه وبناقص انك تتابعني، علشان كده مصطفى وامل بيضروك. لو لقيت مصطفى وامل بيتكلموا كلام مظبوط الاعشاب الطبيعيه بتجيب فايده وكويسه للطيور بتاعتك كمل متابعتك، وده هيزيدنا شرف. يعني ده في زيت حده هيزيد مصطفى وامل شرف انك بتتابعني وبتتابع مصطفى وامل وبتعمل باللي احنا بنقوله عليه. والمعلومات دي احنا بناخدها منكم انتوا شخصيا. يعني في ناس جزاها الله كل خير بتقول لنا على كل معلومة احنا بنطلع نقولها لكم. يا مصطفى اعمل اعشاب للطيور بتاعتك، يا مصطفى اعمل شيح هيقضي على الديدان. يقوم مصطفى عامل الشيح ومجربه من اسبوع لاسبوعين، يعني من اسبوع لاسبوعين 15 يوم. ببدأ هنا اشوف البراز بتاع الطير بتاعي متغير، بشوف صحة الطير بتاعي بيبدأ ياكل وبيلاقيه فايق. من هنا يا جماعة بطلع اشرح لكم عمل الشيح بيتعمل ازاي وبيتحط كم مرة وبيتعمل كل حاجة، بطلع اشرحها لكم بالتفاصيل وبالتفاصيل الدقيقة. من هنا يا جماعة انا لقيت خطوة كويسة. وفي نفس الوقت العشبة الطبيعية او الاعشاب الطبيعية مش بتزعل طيورك في اي حاجة. يعني انت هنا بتحط عشبة طبيعية لو ما جالهاش، يعني لو هي ما استفادتش بالعشبة اللي انت بتحطها لها وبقت كويسة بفضل الله مش هيجي لها اي مرض، لان دي اعشاب طبيعية احنا بنعملوها لنا. يعني احنا ككبار بنعملوها لنا وبنعملوها لاطفالنا وبنعملوها لحياتنا الشخصية، فاحنا ماشيين بيها. تخيل انت لما تعامل الطير بتاعك كأنه بني ادم وتتعامل معاه زي البني ادم، اديله الاكل اللي هو بيحبه، اديله العشبة اللي هو بيحبها. اتفرج على الطير بتاعك هيكون عامل عندك ازاي وهتكون صحته اللهم بارك عاملة ازاي. وبسم الله ما شاء الله. ويا رب المشاريع اللي احنا بنعملها تبدأوا معانا فيها زي ما قلنا في اول الفيديو. مشروع الحمام يلا احنا بنبدأ من الصفر
بنحاول نجهز مكان اللي عايز يعمل مشروع حمام يخش معانا، علشان هنبدأ فيه خطوة بخطوة. وعامل مشروع الحمام ده علشانكم انتم يا اخواتي، وعلشان خاطر حبايب مصطفى وامل ومتابعين مصطفى وامل، مش عشان خاطر حد تاني خالص. انا بعمل كل ده علشان خاطر متابعيني فقط لا غير. وتاني حاجة او اول حاجة لوجه الله سبحانه وتعالى. اعملوا معانا مشاريع، بحاول اشجعكم على قد الامكان، لان بلاقي ناس كتيرة بتقولك الدخل قليل والدنيا بسيطة والدنيا مش في احسن حال. فبحاول والله يعلم ربنا بقد الامكان اللي انا بشجعك. هات فرختين، هات حمامتين، هات بطتين. مش شرط انك تجيب كمية كبيرة، ولا دايما تحط في سقف احلامك اللي انت عايز تعمل مزرعة وانت ما معكش جنيه في جيبك. ابدأ على قدك، ومن هنا اسعى، ومن هنا ربنا هيكرمك ان شاء الله، وهيحقق لك اللي انت بتحلم بيه كله. طول ما انت عندك هدف في حياتك وطول ما انت شغال عليه هتوصل له. وصدقني انا كنت بادئ بسيط، وبادئ بفضل الله بأوضة صاج، عشة صاج على السطوح، وكنت بادئ بحوالي 5 بطات، تمام، وحوالي 20 فرخة بلدي. فالبداية كانت ضعيفة وكانت بسيطة، بس الحمد لله انا دلوقتي في احسن. وطول ما انا عندي احلام هكون في احسن، وان شاء الله السطح يكون مزرعة. وطول ما انتوا في ظهري ودعواتكم معايا ربنا هيكرمكم وهيكرمني، وربنا يرزقكم ويرزقنا الخير كله يا رب العالمين. صباحكم مليان بالرزق، صباحكم مليان بالسعادة، احلى اخوات في الدنيا. وكل سنة وانتوا طيبين بشهر رمضان الكريم، لان انا دايما في كل فيديو بحب اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين. وتشجعوا واعملوا معانا مشاريع. واللي قاعد معانا لحد دلوقتي في الفيديو يعمل لنا لايك. ما ينساش مصطفى وامل، صباحكم مليان بالرزق والخير والسعادة والتفاؤل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.